عليكم اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوى دواز اتاي بالبرتقال. غادي نبداو باول حاجه 3 الحبات ديال المنظرين ما يعادل نصف كاس عصير ديال المنظرين او البرتقال اللي متواجد عندنا في المنزل. كنعصرهم من بعد ما كنعصرهم كناخذ واحد البول كندير فيه 2 حبات ديال البيض ورشه ديال الملحه وقشور منظرين او برتقاله، شي حاجه شويه اللي غادي دير لينا المذاق، وكاس ديال سنيده. كنخلط الخليط ديالي مزيان وكنضيف نصف كاس ديال الزيت ونصف كاس ديال عصير منظرين او البرتقاله، وكنخلط المقادير ديالي مزيان حتى كيتجانس ليا الخليط. ومن بعد كنضيف واحد الخماره ديال الحلويات و80 غرام ديال الكوك ما يعادل كاس ديال العنبه، وكنعاود نخلط. ومن بعد كنضيف 240 غرام ديال السميده ما يعادل 2 كؤوس ديال العنبه. وهنا غادي نجمع الخليط ديالي نخلطو باش نجمعو مزيان. من بعد ما ساليت المقادير كلها كنخليها ترتاح شويه تقريبا 30 دقيقه. ومن بعد كناخذ العجينه ديالي كنبدا نديرهم على شكل دوائر وكنرميهم في الزنجلان. كنقوم بنفس العمليه حتى كنسالي العجينه ديالي. كنقوم بنفس العمليه كما كتلاحظوا معايا في الفيديو. هنا كنكون شغلت الفران من قبل على درجه الحراره 180 ل 340. وديما كنقول لكم هذه الفكره، كنفضل انا ديما بابي كويسون فرشوا للطاوه ديالي باش الحلوه ديالي ما تلصق ليا. هنا كندخل الطاوه ديالي الفران من بعد ما كنسالي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه. هكذا كنكونوا وصلنا نهايه الفيديو، وكنتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. وما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير وبلي زابوني. شكرا على المشاهده.